كريستال. السلام عليكم. السلام عليكم. النهارده بقى هنعمل وصفة أرنبيط تحفة مقرمشة وجميلة. هنجيب حلة ونحط فيها معلقة خل ومعلقة كمون ومعلقة ملح. الأرنبيط ده اللي أنا كنت مفرزاه في الفريزر طلعته على طول، يا دوبك هنزله في المية السخنة وهطلعه تاني. أول ما المية تغلي هطلعه على طول. وبعد كده هنحضر طبق ونجيب كوباية دقيق وعليها خضرة ونقلبهم كويس ومعلقة توم و3 معالق نشا وبيضة، معلقة كمون ومعلقة ملح، وهنقلب الخلطة دي كويس وهنحط عليهم كوباية مية، يعني مش كوباية إلا ربع مية، وهنقلب كويس لحد ما القوام يتجانس كله مع بعضه. طريقة سهلة جدا، دي طريقة أمهاتنا، بس أنا هزود هجيب طبق وأحط فيه كوباية دقيق ونص كوباية نشا. الدقيق والنشا بيخلي طعمهم زي الكنتاكي بالظبط. ياريت اللي جرب الوصفة يكتبلي في الكومنتات ويقولي ايه رأيه فيها. طعمها خطير زي الكنتاكي كده وجميلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا كلنا نصلي على النبي. هنحضر طاسة ونحط فيها زيت وهنحمر الأرنبيط. الطريقة دي بتخلي الأرنبيط مقرمش وطعمه جميل، واللي مش بيحبه هيحبه. الطريقة دي اتعلمناها من أمهاتنا أكيد، ومعلقة الثوم بتخلي طعمه جميل، والدقيق والنشا بيخلي الأرنبيط يقرمش يبقى عامل زي الكنتاكي، بيقعد لحد آخر وقت مقرمش وطعمه جميل. طريقة سهلة واقتصادية، والأرنبيط ما بيشربش زيت كتير. بصوا مقرمش ازاي.